بسم الله الذي لا إله غيره الرحمن الرحيم. لقد ذهبت إلى الشركة فوجدت زوجتي ترقص أمام العمال من النساء والرجال، وأنا أسألك سيدي هل يجوز لي أن أطلقها؟ إذا ما طلقتهاش غير اشطح معها في الشركة. سائلة تقول تعرفت على رجل وتعاهدنا على الحب. شوف ذاك العهد، يا تعاهدنا على الحب. الله يهديك يا أختي. وتعاهدنا على الحب والوفاء وسلمته نفسي. ها شفتها والتعاهد على الحب، ها والحب عندهم. الحب عندهم هذا حب الفسق والفجور. تعرفت على رجل وتعاهدنا على الحب، نعاهدك نقعد نحبك، وهو يقول أنا عاهدك نقعد نحبك. الحب عندهم هو الفسق، هو الجنس، هو الحرام، هو المعصية، هو إعلان الحرب على الله. ها زعما غير قالها نعاهدك نقعد نحبك، سلمته نفسي. شو ديك النفس الرخيصة. ولما أخبرته بحملي، ها شوف كيف، تنكر إلي واتهمني في شرفي. وانت كش ما عندك شرف يا حنبابك؟ واو الشرف هذا، وش معناتها اتهمني في شرفي؟ سلمتيه نفسك وكنت تخرجي معاه في الحرام وتعاهدتم على الحب، وانا على بالي باللي هذا العهد على الحب كان تحت كاش شجره، ولا في كاش تحت القنطره، ولا في كاش مغاره، ولا في الغابه. ثم تمك تتعاهدوا على الحب. هاي ولما وقع الحرام وراكي حامل من الحرام، زعما اتهمني في شرفي. وشنو اتهمك في شرفك؟ مش ما عندك شرف؟ كاش ما عندك شرف؟ ابكي على نفسك، ابكي، روحي ابكي على روحك. تنكر إلي وشكيت سني، زعما ما يتنكرش إليك. هذا زاني عاصي، هذا زاني عاصي أعلن الحرب على الله، الشريعة جلده، هذا ياخذ المخبط في ظهره حتى يشبع. وشكيت سنة زعما يكون وفي ويحافظ عليك ويحترمك ويديرك في عينيه. يا وهذا والو، هذا كان عنده يعني غرض وحقق الغرض نتاعو، ودك يروح إلى فتاة أخرى. تنكر إلي واتهمني في شرفي. والطامة الكبرى أني اكتشفت أنه خدعني لأنه متزوج. هذه هي الطامة الكبرى. الطامة الكبرى ماشي كي زنيتي، الطامة الكبرى خدعك خاطش متزوج. معناتها لو كان اكتشفتي بلي ماشي متزوج، ماشي طامة كبرى، عادي بالنسبة إليك، عادي جان ماشي متزوج وقعتي معه في الحرام. فلما اكتشفت أنه متزوج، هذه الطامة الكبرى. اكتشفت أنه خدعني لأنه متزوج وله طفلة ويرفض أن يتزوجني. انصحني ماذا أفعل يا سيدي؟ روحي ابكي على روحك وتوبي إلى الله واندمي على ما فعلت، لعل الله يغفر لك. سائل من البويرة يقول: ما حكم ترك الزواج مع الاستطاعة؟ علما سيدي أن عمري 34 سنة. كيف تخلي الزواج مع الاستطاعة؟ كي تتوفر الاستطاعة ويخشى الإنسان على نفسه من الفتنة، وجب عليه أن يتزوج. وجب، يولي الزواج واجب ماشي سنة. العلماء قالوا الزواج سنة في حق شكون؟ قال لك الذي لا يخشى على نفسه الفتنة. اللي ما يخافش على روحه الفتنة، عايش في مجتمع الناس قاع صالحين، الناس قاع يخافوا ربي، انسى مسطورات، ما كاش فتنة. قالوا في حقه سنة. ولكن إذا كان الإنسان يخشى على نفسه الفتنة، قولوا لي الآن في وقتنا، قولوا لي، كونوا صادقين وقولوا، كاين واحد دكا لا يخشى على نفسه الفتنة؟ كاين؟ يا عجايزة يلبسوا الفيزو، عجوزة ما بقى غير الماء يحمى، ما بقى غير الماء يحمى، ولابسه الفيزو والحمايه والغوزيزون والتفاتين. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني راهي كوارث، كوارث. ما كاش واحد الان زعما يقول انا لا اخشى الفتنه. لا لا ما كاش، هذه راك تكذب، راك تكذب.
يمشي في الشارع غير اللي تقول الشمس طلي ولا نطل، يروح للجامعة غير اللي تقول الشمس طلي ولا نطل، يروح للتلفازة غير اللي تقول الشمس طلي ولا نطل، يدخل للشركة داير له سوس وميمي، واحدة عن يمينه واخر عن يساره، ومقابلاته كيكي، وكيكي راك عارفه داير ريحة يعني كلي كريموجين تاع لي كاسك بلو أرحم، تاع لي كاسك بلو أرحم. وين هذا إنسان لا يخشى على نفسه الفتنة؟ راهي الخطفة راح الراجل هنا في العاصمة، هذا هو حكاها لي، راح يخطب وحدة، سقسى واحد في الحومة راجل كبير يبان محترم، يا خويا واش رايك في فلانة؟ شدوا من يده قالوا وشنو؟ اخطيك منها فيها وفيها، بدا غير يجبد، طلعوا قال لي كركرني الطابق الخامس، دخلوا لدارو بدا يعيط فلانة 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 فلانة، جاب له بناته 6 يا محاينة، هم ليك هذو بنات صالحات، هذه تعرف هذه كذا، وهذه شابه، وهذه قال لي حصلت يا وحصل. قال لي وليت نجبد في يدي نقول له اعطيني وقت نخمم، اعطيني وقت نسقسي بابا، استنى سقسي يا وشدوا له كان صابر تم يزوجوه. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ما انت واجب عليك ان تتزوج، خلاص من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فعل امر. وباش نفهمها لك مليح، هادو نتوما كاع اللي راكو قادرين تتزوجوا وما راكوش مزوجين، اسمعوا واش راح نقول لك. من اللحظه اللي كنت قادر تتزوج وما تزوجش، الكونتور تاع الاتمه يتسجل، ربي ما يسجلكش هذيك الايام اللي كنت عاجز، ما عندك سكنه، ما عندك خدمه، ما يعني ما كاش، راك كماك راك مسطور. ولكن وقتها يبدا العداد يخدم، اللحظه اللي عندك تخنه وين تحط المراه وعندك خدمه ورزق حلال وراك ناسي الموضوع، السنه مازال غدوه، مازال ما صابت السنه غدوه، ومن بعد نفكر هاو جا الصيف، هاي جات الشتاء، هاو جا الصيف، حتى تصيب راسك ولا ابيض وليت شايب، احدى دابا ظهرك، تسقطت اسنانك، كي تولي بالعصا تماك تقولوا معو شوفوا لي باش نطبق السنه. من البدع المنكره للنبه اليها، كذلك النبه المصلين الى الماء، التبذير لا يجوز، التبذير تصيبوا حل العين حالها تشرشر، وهو يقصر مع صاحبه، يغسل يد وهو يقصر، يغسل شويه وجهه وهو يقصر، يمضمض ومن بعد يقصر، ما يجي يوصل رجله يكون دفق واحد 200 ريتله. اتق الله، منا الوضوء عندك الاجر، ومنا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين، المبذرين اخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا، يعني يا ربي يحشرك مع المبذرين لا. ولذلك نشجع جميع الائمه، نشجعهم، او كاين واحد العيون ترمي يدك يخرج الماء، تنحيها يحبس، ديروا لهم هكذا باش ما يوقعش تبذير الماء. هذه مساله ننبه اليها. المساله الثالثه يا جماعه، بعض الناس يكون رايح يصلي او راح يصلي، مال بورو منا، باطا شما منا، زوج بورطابلات في يده، نعناعه في ودنه، وينك رايح انت؟ وينك رايح انت؟ راح تقابل ربي ولا راك وين هذا؟ رابط رايح للجامع ومن بعد تصيب صبابطهم معمرين مال بورو شما، ما نعرفوا شنو هذوهم، غير يجبدوا لنا هذه شمه اسلاميه. اتق الله، راك رايح لبيت ربي، قبل ما تقلع البيت ربي نقي روحك، نظف روحك، خبي شويه الذنوب تاعك. راك عارف الدخان هذا فيه مشاكل، حتى في الشارع الاسلاميه وفيه كلام، الشمه فيها كلام. هابط البيت ربي. واحد سيد ركع كي يركع هكذا طاحت له بطاش، ما بدات تدور، بدا يتبع فيها بعينه وين رايحه واش من الصف. اتق الله. كذلك ننبه مساله اخرى، بعض الناس يدير الحذاء نتاعو في صاشي، في كيس، في صاشي، ويحطها قدامه، ومن بعد الاخر اللي قدامه يديرها في صاشي يحطها قدامه، ومن بعد الناس كاع، هذه شفتها في جامع في العاصمه، شفتها بعيني، كاع يديروا صبابطهم في كيس ويحطوها قدامه، ومن بعد يوقفوا للصلاه. كي يوقفوا للصلاه هذاك اللي قبله او زعما الدنا، هو يدنا كيف يدنا؟ يطير يصباطه وتقول انا في الصاد، يطير يشكاره
ومنها يتيري شكاره، ولا ذاك يتيري شكاره، ومن بعد اللي قبلوا يتيري شكاتو، واللي قبلوا يتيري شكاتو، وتشوف الجامع كاع عم يتيروا. الله اكبر، بيت ربي ولا ستاديا تيري ونتيري. يعني عجب، شفت الناس كاع يلعبوا بشكاية عصبابطهم. هذا في بيت ربي وراح تقابل ربي؟ لا يا جماعه، الحذاء يتحط في مكانه، واذا حطيته في كيس افدو بيدك. هذاك المنظر ما يليقش بيت ربي، لا يليق بيت ربي. زيد مساله اخرى وهذه ناكد عليها، الرقاد في بيت ربي، الرقاد الرقاد في بيت ربي. دوكا شوفوا بيناتنا واحد مسكين مسافر، الله غالب عابر سبيل، ما يقدرش يخلص 400,000 لوتيل، راح خبى روحه في كاس جامع ورقد. هذا واحد ما يهضر عليه، واحد ما يهضر عليه، هذا يجوز له، بصح يخبي روحه، ماشي يجي يتوعى في قاعة الصلاة، يروح يتخبى. هذا ما نهضروش عليه. انا نهضر على سكان جيران المسجد. شفت واحد الجامع الناس طايحه تقول معركه، شفتوا معركه بين المسلمين وطايحين كاع في الارض. والله بدينا نمشوا هكذا، بدينا نمشوا خايفين نقيسوهم راقدين في الجامع، ومن بعد واحد قستو شويه في يده، قال ما راكش تشوف قدامك انت، ماكش تشوف راني راقد. الله اكبر، يا الله اكبر. حنايا اللي جينا نصلوا ولينا نحوسوا بلاصه وين نصلوا، ما راكش تشوف. نزيد لكم اكثر من هذا، شفت مسجد يجوا يرقدوا في الجامع، يجيبوا معاهم خايد مديور مخده هكذا، سيدي داخل بمخده تحت يده، داخل ويحوس كوار ويعطيها برقده، وكي يرقدوا هاك تعرف احنا كي يرقد يبدا يشخر، وتصوروا جامع فيه 40 واحد راقد وكاع راهم يشخروا، وانت روح صلي. الله اكبر، هو خط 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 خط. واش من الصلاه، واش من الخشوع، واش من التوبه، واش من الاستغفار؟ وين راهي هذه؟ يشخروا في بيت ربي او يشخر، والكارثه وين راهي؟ الكارثه الاخرى او راقد في 7 نومه وراهو يشخر، ومن بعد غير تجي وقت الصلاه العصر يحل عينه يدخل معاهم. الله اكبر، ما يروحش يعاود الوضوء. يا الوضوء تاعك باطل، انت راك بطلت الصلاه تاع الناس وبطلت صلاتك، لان لازم تتوضا. اللي يرقد النوم الثقيل لابد ان يصيبوا يدخل مع الجماعه. نقول لكم علاش ولاو يحبوا يروحوا يرقدوا في الجوامع. من نهار داروا لهم كليماتيزور اخر طراز، اخر طراز كليماتيزي، تصور جامع كليماتيزي، الزربيه قد هك، تقول هي دوره تاع كبش تاع الجلفه قد هكذا، وبيبان داور ما دوك لي زو تاع باش الجامع بارد، ما لنا صابو غدا يروح يوقد في بيت ربي. لا يجوز النوم في بيت الله، لا يجوز. على اني نقول لا يجوز، او كاين تصيبوا فتوى تقول لك يجوز. هذوك العلماء اللي قالوا يجوز، هذا واحد عنده سبب او ظرف من الظروف، كما قلنا عابر سبيل، صارت له مشكله، بابا حوزه من الدار، حاجه صارت هكذا، ما كاش مكان، راح تخبى مور عرصها ولا وخبى راسه، قد الله غالب لا شيء عليه. ولكن باش تتحول الى ظاهره تاع قاعد في بيت الله، حتى ولاو الناس يقصروا يقول له خويا وين نروحوا نجيبوا القيلوله، يقول له نروحوا نجيبوها في الجامع فلاني، يقول له الجامع فلاني ما فيهش كليماتيزور، ما نقدرش نرقد انا، انا يعجبني الجامع فلاني، عباك بلي جابوا كليماتيزور اخر طراز، هيا نروحوا. كي ولات الناس تدي مخايد الجوامع ويحوسوا على الجوامع كليماتيزي، هنا يولي النوم في بيت الله حرام. بلا ما نزيدوا نحكيو بلي كاين اللي يقول في بيت ربي وينوض على جنابه، وكاين اللي يعني يوقع منه ما يقع من النائم عاده، وكاين اللي يبدا يهتف، كاين ناس يكون راقد يبدا يهتف يهضر كلام على زوجته على اولاده، وما تعرف كاع من يبدا يخلط في بيت ربي. والله يا جماعه اتقوا الله، بيت ربي هذه للعباده، وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، لا تدعوا مع الله احدا. ولذلك احنا ننصحوا الناس، احنا ماشي باش زعما يعني نعيبوا عليه، معاذ الله، ولكن لابد من الحصه. واسمها هذه الحصه يا اخو؟ اسمها انصحوني. لازم ننصحوك، ولازم تاخذ النصيحه، ولازم تسمع. ولما يجي الامام تاعك يعيط عليك، الامام تاعك ماشي دارو، جامعة ربي، لازم يعيط عليك ولازم يزقي عليك. وانت لو كان جيت عاقل ما توصلش كاع يزقيو عليك، ما توصلش. سائل يقول زوجي، سائلة تقول زوجي قال لي راكي مطلقة. هذا واش تعرفوا؟ هذا نهاركم مش غير راكي مطلقة، راكي مطلقة. عمرتونا المحاكم بالقضايا، المرأة راسها خشين والراجل خفيف.
يطلق على صباطه ما صابوش، المشطة ما صاباش يطلق، الماكلة مسوسة يطلق، دق بطاط ما حلتلوش الباب يطلق، انسات ما حلتش البورطابل تاعها يطلق، على جالس الزعاف مع يماها يطلق، اتفاتل مع اخوها يطلق، حقروه في الخدمه يطلق، داروا له بروسي في الطريق يطلق. حسبنا الله ونعم الوكيل. والمراه ساخشين راجلها يقول لها ما تخرجيش من الدار، اذا خرجتي مطلقه تخرج، ما تروحيش للحانوت فلاني راكي مطلقه تروح. حسبنا الله ونعم الوكيل. تلاقى وهي راسها خشين وهو خفيف، طلقوا حتى رايحين يدمروا كاع العائلات. حسبنا الله ونعم الوكيل. واحد النهار رحت نصلح بين راجل ومرته، اسمعوها هذه. رحت نصلح الراجل كي شاف باللي المراه على حق قال لي نقول لك علاش راني مانيش نجي للدار، وعلاش راني ضدها، وعلاه راني زعفان عليها. صبتها مع نور الدين هكذا، صبتها مع نور الدين في الشومبر كوشي تاعي، في الشومبر كوشي تاعي. خلاص خاوتها فشلوا. ومن بعد ربي الهمني قلت لها نور الدين تعرفي؟ قالت لي ايه تقدري تجيبيه لنا؟ انا قلت باش نسقسيه. راحت جابته شحال في عمره؟ في عمره شهرين وليد خوتها كانت تترقد فيه. شهرين نور الدين هذا وليد خوتها في عمره شهرين كانت تترقد فيه. بصح هو كي يتكلم صبتها مع نور الدين في الشمبر كوشي. هذا درس للائمه. كي تروح تصلح بالك يلعبوا لك بالهضره، ولما تحاول تقنعك حاول انت تمشي على الحق. سائله تقول زوجي يعمل في الصيدليه وتأتي إليه النسوة من أجل إجراء حقنة على الفخذين، فهل يجوز له إجراء هذه الحقنة للنساء أم لا يجوز؟ لا يجوز له يا أختي، لا يجوز له. لازم الصيدلية يديروا مرأة ممرضة هي تدير تشكى للنساء. الحقنة هي تشكى باش تفهموا. لازم مرأة تدير تشكى لمرأة، ما كاش منها راجل يدير تشكى لمرأة. وخاصة كاين بعض النساء ما يستحيوش، كاين نساء ما يستحيوش. أنا هذا صيدلي هو سألني، ماشي قالوا لي، هو سألني والله شاب، يعني شاب صغير، قال لي يا شيخ في شهر رمضان تجي مرأة باش دير تشكى زعما هنا على الفخذ تاعها. قال لي وانا نقولها كشفي غير شويه، يعني غير قصاص الابره. شفتوه هو يسحق 10 ملم ولا 5 ملم غير راس الابره. قال لي والله طلع كاع داك الجيب تاعها حتى لراسها، يعني تكشف كاع الهضاب السفلى. حسبنا الله ونعم الوكيل. قال لي القلب نتاعي ينعصر، كيفاه ندير؟ قلت له ما ديرلاش شكا، لا في رمضان ولا في غير رمضان. كاين نساء المرأة تعالج المرأة، يعني هل من المعقول امرأة محترمة تروح لراجل بحجة أنه صيدلي يدير لي تشكى وتكشف على الفخذين نتاعها وهو مسحق مليمتر، هي تكشف كل الفخذين، كل الفخذين. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا يجوز. الحمد لله نقدم التحية العاطرة والدعوات الصالحات لأغلب الصيدليات. يعني الحق الآن الحمد لله الآن الناس يتوعات، وأغلب الصيدليات الآن فيهم نساء تروح امرأة تدير تشكى، إلا إذا كانت امرأة لا تستحي تحوس على راجل، هي تريد الفساد، هي تقول لا أنا نحوس على راجل زعما هذاك الراجل يدو مليحة، هذاك الراجل يدو حنينة، وانت على تحوسي على راجل يدو حنينة؟ روحي عند مرأة شرعا يجوز ولا إثم عليك. وزيد الرجال يدير لها تشكى، وبعد التشكى زعما يضرب اللحم زعما باش يمشي الدواء. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا رب يغفر لنا واسمح لنا يا رب العالمين. تحية للصيدليات اليوم دايرين ممرضة هي تقوم بالنساء بالاتونسيون بالتشكى بكل حاجة. الله يرضى عليكم، راكو رضيتوا ربي قبل ما رضيتوا الخلق.